حقيقة بعض تصريحاتي أو جزء كبير من التصريحات واللي هي كانت تقريبا مثل ما عم اقول لك بآخر فترة أو بآخر سنة جرحت كثير من الناس. هذا الكلام قالوا لي حتى بعض الأصدقاء اللي بيحبوني واللي هن صريحين معي على المستوى الشخصي والإنساني وبعض أفراد من عائلتي. ولذلك يعني بغتنم اليوم فرصة وجودي. يعني هل يستحق السوريون الاعتذار من باسم يخور؟ لك أولا أنا ضد التعميم. أنا لذلك اليوم يعني اللي زعلهم حديثك أنا كل إنسان سوري وأنت تعرف أنهم كثير مش قليل. الاعتذار جرأة أدبية إنسانية وأخلاقية. فأنا اليوم بدي أقول كل إنسان متألم أو موجوع، كل إنسان كان بيحمل على أكتافه ألم أو هم سببته كل المرحلة المؤلمة السابقة، كل سوري سواء كان في سوريا أو في أي مكان من العالم، أنا بأي تصريح أو بأي لقاء شاف أنه كلامي يستخف بوجعه أو معاناته أو بيجرحه أو بيؤلمه أو بمكان معين بيوجه له نوع من الإهانة، فأنا أعتذر منه اعتذار صادق من القلب وبقول له أنا آسف.